وهون بتحتار وين راح تنزل وتغوص وتدق هالأكلة العظيمة. وصفتنا اليوم حراق بإصبعه على الطريقة الشامية الأصلية، وفعلا هاي الأكلة بتبيض الوجه للعزايم للسيرانات، وصفة غير شكل. أول شي رح يلزمكم كباية من العدس الأخضر، عدس الأخضر حصرا، وهذا العدس بدي أغسله كتير منيح، ما رح أنقعه. وطبعا بالنسبة للشوام الأصليين بيضيفوا عجينة بيعجنوها على إيدهم بيضيفوها لهي الوصفة. اليوم رح نعمل لكم إياها بطريقة مبسطة جدا، رح نستعمل المعكرونة، كون المعكرونة نفس مكونات العجينة. هلا رح روح بكاسة العدس اغسلها كتير منيح وعبي لها تقريبا شي 3 كاسات من المي وبلش بسلق العدس. وهيك بس غسيل وتصويل مثل ما بيقولوا. هلا بصفي لها ميتها وبحط عليها مي نظيفة. هلا حطيت العدسات على النار، رح اسلقهم حوالي 10 دقائق، يعني 3/4 استواء، بدي معهم قرشه خفيفه، وبعديها رح اضيف عليهم المعكرونه. وهلا بهذا الوقت روحوا افرطوا لكم حبه من الرمان، وقلوا الخبزات وقلوا البصلات، وكمان دقوا هالتومات. وهي الوصفه اصولها ونكهتها بكزبراتها وتوماتها، قد ما فيكم تكتروا كزبره وتوم كتروا. هلا رح افرم الكزبرة للتقلاية وفرم شوي خشنة معلشي، انتبهوا اكيد لاصابعكم. ووحده من اسرار هي الاكله وبيجيب نكهتها هو التمر هندي، وهيك بيعملوها الشوام على الطريقه الاصليه. وانا بالنسبه لي استعملت ايسانس دبس التمر، يعني نكهته كتير قويه وحامضه. واذا انتم مو متوفر عندكم تمر هندي او ما بتعرفوا تعملوه، فيكم تستعملوا دبس الرمان، يعني بيعطيكم تقريبا نفس النتيجه. هلا مرق على عدساتي حوالي 10 دقائق، هلا بروح المعكرونه فوقها. حنزل المعكرونة بسم الله. هلا رح نسلق كمان المعكرونه حوالي 10 دقائق مع العدسات. ونقطة كثير مهمة، هلا ما رح نضيف لا الملح ولا البهارات ولا التمر الهندي لآخر مرحلة عندما يستووا العدسات والمعكرونات، كرمال ينضجوا معنا وما يشدوا. هلا مرق عليهم مع بعض كمان 10 دقائق، هلا وقت ضيف تمر الهندي والبهارات. وراح ضيف كباية صغيرة من التمر الهندي او ايسانس تمر الهندي بسم الله. شايفين اللون تبعه فظيع. وعليهم رشة من الملح، رشة من الفلفل الاسود والكمون. الكمون بيعطيها نكهة كتير خطيرة. بسم الله. وراح اعمل لهم تقليبه كلياتهم هيك مع بعض. شوفوا لي اللون اللي طلع بشهي. وهلا رح اتركها بقى حوالي 5 دقائق على نار كتير هادية تعقد وتنشف ميتها شوي. شايفين ميتها شوي زيادة، لازم تنشف شوي صغير، يعني شوي مريقة. شايفين بلش تنشف ميتها وتعقد. شوفوا المرقة تبعيتها هيك لازم تكون. هذا هو التمر الهندي على اصوله. شايفين. هلا ما نروح على مقلاية، بدنا نقلي التومات والكزبرات ونحط القلية عليها، وهون النكهة الأصلية. وعلى مقلايتي رح نزل زيت الزيتون، وحاصرا زيت الزيتون، ولا تتنمروا على مقلايتي. هلا رح نزل التومات، والتومات ما لازم يكونوا رايحين نيفا، هيك لازم. بسم الله. ورح قليهم دقيقة. حنزل الكزبرة وحطها شيلة، بدي يضل اللون أخضر، يا عين الروايح اللي طالعة. وهلا رح ننزل القلية فوق الطنجرة. بسم الله. يا عيني شوفوا لي اللون، شي روعة. وراح اقلبهم كلياتهم هيك مع بعض ليتعشقوا تعشيق. شموا لي الروايح، شوفوا قديش معقدة. وهي نقطة اختيارية، أنا رح أحط شوي من البصل المحمص بقلبها، كمان بيعطيها نكهة غير شكل. تقليبة خفيفة، اتركهم دقيقة وحدة يعقدوا كلياتهم، ياخذوا النكهة، ونروح على السكب وعلى الزينة. وهيك عقدت، صارت ريحتها غير شكل. هلا رح ننزلها على صينية كبيرة. بسم الله. شوفوا لي القوام، يا عين شوفوا هالمنظر. هلا رح حسن لها مظهرها. شايفين لي هالمنظر؟ طلعوا المنظر. ريحتها يا جماعة الخير خيالية ومفيدة إفادة. هاي الوصفة غير شكل. وهلا اجى وقت الزينة، رح نزينها مع بعض. الخبز المقلى شوفوا لي اياه هيك شلون قرمش قرمشة. رح ننزل هيك كمية من الخبز المقلى هيك على جنبها. يا عين شوفوا لي المنظر. والرمان بيعطيها شكل غير شكل. شوفوا لي هالمنظر، أمانة عليكم. والبصل المقلى كمان هيك على جنبها. يا عين شوفوا لي المنظر. وهالعرق الاخضر الكزبره، يا عين شوفوا. وهيك زينا هالتحفه الفنيه، امانه عليكم. شوفوا المنظر لحاله بشهي. وهيك بنكون عملنا لكم اطيب اكله شاميه مفيده واقتصاديه. هلا تعالوا ندوق مع بعض. في ناس بياكلوها سخنه وفي ناس بياكلوها بارده. هلا رح ندوق على الحارق. رح انزل لهالزاويه لهون هيك، اغمس غمس من كل شيء. شوفوا لي المنظر. شوفوا المنظر. ليكوا المنظر على الجواني. خليط من نكهات الحامض اللذيذ طعمه من الاخر دمار. ولقمة تانية للتأكد رح ناخذ من هالبصلات هيك المقمرين، يعني ونغوص. شوفوا هاللقمة، أمانة عليكم. ولا تنسوا تاكلوا حدا الفجل أو البصل الأخضر.
طعمها طرب، عن جد طرب. اتمنى تكون عجبتكم الوصفة، واذا عجبتكم مثل العادة كتروا اللايكات الشيرات والاشتراكات.